ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا الواحد بقاله فتره كبيره ما سجلش، وانا عارف ان انت ممكن تسال نفسك ازاي بقالي فتره كبيره ما صورتش وفي فيديو لسه نازل، او يعني على حسب الفيديو ده نزل امتى. لكن خليني اقول لك ان الفيديو اللي فات ده متصور من سنه 90. هتسالني ليه؟ هقول لك اقسم بالله العظيم ما اعرف. يعني الواحد طلع من دوامه الامتحانات، فضل نايم 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 والنت قطع وحاجات كتيره حصلت كده يعني. بالمناسبه الفيديو اللي فات اليوتيوب حبيبي يعني رزعوا كوبي رايت، واللي يعني الحمد لله حاجه خرا. واللي اظن ان هم ادوا له كوبرايت علشان عمك سوبرمان ما عجبوش الفيديو او دي سي ما عجبهاش الفيديو، لكن حصل خير يعني، هرج واجين هنعيد تاني. بالمناسبه لو حد يعرف ازاي اتخلص من موضوع الكوبرايت ده، علشان انا على الله حكايتي خالص، او يعني مش قصدي في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع سوبرمان ده، لا يعني في الفيديوهات الجايه، علشان لما احط مثلا ايه يعني اجزاء من افلام او حاجه ما ترزعش كوبرايت تاني، هكون شاكر جدا. المهم سيبكم من الرغي الكتير ده، انا اسف يعني وجعت دماغكم، ونخش على موضوع الفيديو الاساسي الا وهو الجوكر، واللي طبعا معظمنا عارفين ان هو واحد من اجن الشخصيات اللي موجوده في العالم عامه. وطبعا كلنا عارفين برضك علاقته مع مصحه اركام النفسيه، واللي تحس ان الجوكر ومصحه اركام ماضيين مع بعض عقد احتكار. وعلى الرغم ان الجوكر راح كل المرات دي للمصحه لكنه ما اتعالجش. علشان كده انا موجود هنا النهارده. هنلخص النهارده كوميك اسمه كيلر سمايل، وفي الكوميك ده بيوضح لك ليه الجوكر ما اتعالجش لحد وقتنا هذا. القصه بتبدا في مصحه اركام مع دكتور اسمه بن، وده بيكون ضحيه اليوم، واللي بيكون الدكتور اللي بيحاول يعالج الجوكر. وفي المشهد الاول بنشوفه هو قاعد مع الجوكر، والجوكر بيتكلم ويقول ان الجمال هو كل شيء كان بيتمناه، ولو انت عاوز تفهمني فانا بس كنت عاوز الحياة تكون افضل وفيها حاجات جميلة اكتر. علشان دكتور بين يسأله ويقول له انت تقصد انك فنان؟ فالجوكر بيرد عليه ويقول له يمكن اكون فنان، لكني دايما كنت عاوز اعمل للناس الحاجة اللي هم محتاجينها، زي السعادة او الضحك. ايوه هو الضحك، هو ده اكتر شيء جميل ممكن اقدمه لهم. علشان يكمل ويقول ان الحياة بسيطة لكن في ناس مش قادرة تفهم ده. وبنشوف مشهد لباتمان وهو بيضرب الجوكر بالبوك، علشان دكتور بين يرد عليه ويقول له انا مش عارف اذا كنت انت بتتكلم بجد ولا لا، او حتى مش عارف اعرف انت الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي ولا كده. واللي هو يعني صباح الفل، احنا جايبينك ليه حضرتك؟ المهم الجوكر بيرد عليه بيقول له دي حاجة وحشة لو انت بتحاول تشخصني، لكن دكتور بين بيقول له بثقة انا مش بشخصك، انا بحاول اعالجك. فالجوكر بيضحك ويقول له دم خفيف يا دكتور بين. فبين بيقول له باستغراب انت مش عاوز تتعالج؟ لكن الجوكر بيقول له من زمان ما حدش قال لي انت عاوز ايه، لكن في رايك هل ده هيفيد حد لو رجعت انسان عادي تاني؟ هل ده هيرجع الناس اللي قتلتهم؟ هل ده هيصلح كل اللي عملته؟ وبيكمل ويقول انت مش عاوز تعالجني، انت بس عاوز الناس تقول عليك الشخص اللي عالج الجوكر. وبينتهي المشهد للدكتور بن وهو مع زميلته وبتقول له هو كلام الجوكر ده صح؟ انت بتعمل كده علشان الشهرة وبس؟ علشان بن يرد عليها ويقول لها طبعا لا، انا لو قدرت اعالجه هقدر اعالج ناس كتير زيه واكتشف لهم علاج لامراضهم. لكنها بتقول له انها مش هتديله وقت كتير قوي مع الجوكر لانها خسرت ناس كتير قوي وهم بيحاولوا يعالجوه، وانها مش مستعدة تكرر الغلطة دي تاني مهما حصل، وانها تديله بس اسبوعين علشان يعالج الجوكر. علشان يرد عليها ويقول لها ان هو ابتدى يفهم الجوكر وازاي هو بيفكر، وبياخد بعضه وبيروح على البيت، وبيوصل البيت وبيبدأ يتكلم مع عيلته ومراته بتطلب اكل. يعني انا مش عارف هو ايه دخله في القصة، بس انا حبيت اقول لكم. لكنه وسط الكلام بيفتكر كلام الجوكر، واللي هو السعادة والضحك هما دول فعلا السعادة الحقيقية. وبياخد ابنه معاه للسرير علشان ينيمه ويبدأ يحكي له قصة قبل النوم. والقصة بتكون عن مكان اسمه وادي السعادة، وفي شخصية اسمها مستر سمايل. ومستر سمايل ده اللي بيكون مهرج في القصة، يعني قتل كل سكان وادي السعادة. فبن بيتصدم كده ويقول لابنه هو مين اللي ادالك الكتاب ده؟ والصدمة بتكون ان هو اللي ادى ابنه الكتاب ده، لكنه مش فاكر ده حصل امتى وفين. لكن ابنه بيكون عاوزه يكمل القصة، لكنه بيبوسه ويقول له لازم تنام دلوقتي علشان يرجع تاني لأوضته مع مراته، واللي بتقول له انت مالك متغير بقالك اسبوع من ساعة ما شفت الجوكر. وكمان بتقول له انها نفسها يبعد عن الجوكر لانه بيأثر على اي حد معاه، وانها خايفة يهرب من المصحة ويحاول يقضي عليهم، لكنه بيطمنها. وبيخشوا يناموا وبين بيحلم ببالونة وبتنفجر، علشان بين يصحى مفجوع على صوت جاي من البيت من تحت، وبينزل وهو خايف وبينادي في حد هنا. وبينزل تحت وبيفتح باب المكتب، لكنه بيتفاجئ بحد بيفتح النور واللي بتكون مراته، وبتسأله هو بيعمل ايه هنا، وبيقول لها مفيش حاجة روحي كملي نومك انت. لكنها بتقول له انام ايه، احنا الساعة 8 وانت متأخر عن شغلك اصلا. علشان المشهد ينتقل للدكتور بين والجوكر وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض.
وبيتكلم بين مع الجوكر عن المرة اللي حبس فيها عدد من الاشخاص في حوض مليان مية وسمك مبتسم، وبيسأل دكتور بين ويقول له انت عملت كده ازاي في السمك، علشان الجوكر يرد عليه ويقول له ان الساحر مش بيكشف اسراره لحد. لكن بين بيقول له بجد انت عملت كده ازاي؟ انت اكيد عندك معلومات او خلفية عن الكيمياء علشان تعرف تعمل كده، وهل ده ليه علاقة بوشك او اللي حصل فيه؟ علشان الجوكر يرد عليه ويقول له انت كده عاوز تعرف قصة حياتي؟ والدكتور بين بيرد عليه ويقول له اكيد. علشان الجوكر يبدأ يحكي له ويقول له ان جه من مكان اسمه وادي السعادة، وان الناس هناك كانت كلها عايشة عيشة جميلة لحد ما وصل مستر سمايل. علشان بين يتخض من كلامه ويجري الحمام وسط ما الجوكر كان قاعد بيضحك، وبين بيكون بيحاول يفهم ازاي الجوكر عارف قصة مستر سمايل، لكنه بيشوف حاجة مرعبة اكتر على باب حمام من الحمامات، ولما بيحاول يشوف فيه ايه بيلاقي جوه شخص ميت وعلى وشه ابتسامة مرعبة. ودكتور بين بيتصدم وبيحاول يرجع لكنه بيتزحلق في الدم وبيقع. علشان بعديها دكتور بين يتفاجئ ان كل دي تهيؤات وان الراجل عادي، يعني مفيش حاجة حصلت. علشان تاني نرجع للجوكر واللي بنكتشف انه بيرسم مستر سمايل على الحيط، وبعدها بنشوف دكتور بين وهو عمال يحلم احلام غريبة بسبب الجوكر، وان بنعرف خلاص انه اتمكن من دماغه، ولكنه بعدها بيقوم مخضوض من النوم واللي بيلاقي جنبه مراته بتسأله فيك ايه، فبيقول لها انه ما بقاش قادر يفرق ما بين الخيال والواقع. علشان المشهد بعد كده ينتقل لابنه واللي كان قاعد بيسمع قصة مستر سمايل وبيقول نكت عن المهرجين، لكن بين لما بيسمعها بيتعصب جدا ويقول له قوم البس عشان المدرسة، ولكنه بيرجع ويمسك ايد ابنه تاني جامد ويقول له اوعى تخش مكتبي لانه في حاجات ما ينفعش تشوفها. وبنرجع تاني للمصحة مع الدكتور بين والجوكر، والدكتور بين بيسأل الجوكر ايه الحاجة اللي انت بتخاف منها، علشان الجوكر يفضل يضحك على كلامه، وبين يبصله بغضب ويقول له هو انت مش عاوز تتعالج، علشان الجوكر يضحك تاني ويبصله ويقول له مش انا اللي عيان. فبين بيتوه في الكلام كده ويقول له تعال نتكلم عن باتمان، علشان الجوكر يقول له ان باتمان فعلا هو صديقه المقرب. وبعدها بيصدم دكتور بين ويسأله عن مراته وابنه، علشان دكتور بين يتجنن ويقول له انت عرفتهم ازاي انت، لكن زمايله بيلحقوه وبيجروا عليه عشان يوقفوه، علشان يقعد يتكلم مع زميلته الدكتورة واللي بتقول له ان الجوكر بدأ يتحكم في عقله وانه لازم يهدى ويتحكم في نفسه شوية، عشان دكتور بين يقول لها انه محتاج بس اكتر من 3 اسابيع عشان يقدر يعالجه. علشان الدكتورة زميلته تبصله في صدمة وتقول له اكتر من 3 اسابيع ايه يا بين، ده عدى اكتر من. وقبل ما تكمل كلامها رجل الامن بيخش عليها ويناديها، ولكنها قبل ما تمشي بتنصح بين انه ياخد اليوم النهارده اجازة، علشان لما يرجع بيته يقعد يتكلم مع نفسه ويقول انه بقى لما بيروح المصحة بيدخل عالم تاني مش حبه، ولكن لما بيرجع بيته بيرجع العالم الطبيعي بتاعنا. وبيقعد يهدي نفسه ويقول انه محتاج يهدى شوية وما يدخلش المواضيع في بعض، وبيطلب الملح من مراته، لكنه لما بيبصلها بيتفاجئ من شكلهم المرعب هي وابنها، علشان في لحظة يلاقيهم رجعوا لشكلهم الطبيعي وبيكتشف انه كان كل ده بيهلوس. وهنا بين بيكون اتجنن خلاص وبيكون عاوز يعرف من الجوكر هو عرف اسم عيلته ازاي، وعرف ازاي قصة مستر سمايل وقصة الوادي ده، علشان ما يستناش للصبح ويجري يركب عربيته وسط ما ابنه بيعيط، وبيوصل المصحة ويبدأ يزعق للجوكر ويقول له انت عرفت اسمهم ازاي، ولكن الجوكر بيقول له انت متأكد ان انت ما قلتليش عنهم قبل كده، علشان دكتور بين يقعد يزعق له ويقول له مستحيل اكون قلت لك عنهم طول ال3 اسابيع اللي انا كنت معاك فيهم. هنا الجوكر بيقول له 3 اسابيع؟ 3 اسابيع ايه يا دكتور بين، انت بقالك اكتر من 3 سنين بتعالجني. هنا دكتور بين بيفقد عقله ويقول له مستحيل، لكن الجوكر بيرد عليه ويقول له انت عارف ان ده حصل. والجوكر بيكمل كلامه ويقول له انك قلت لي عن اسمهم ده من شهور بعد ما مراتك وابنك سابوه. وهنا دكتور بين بيكتشف ان كل الايام اللي قضاها دي كانت عبارة عن وهم في دماغه مش اكتر، علشان دكتور بين يجري ويروح على بيته ويبدأ ينادي على عيلته لكن مش بيلاقي رد، وبيبدأ يكلم نفسه ويقول انه بقى في عالمين لكنهم دخلوا في بعض وهو مشوش ومش قادر يعرف هو في انه عالم فيهم، علشان الدكتور بين اخيرا ينزل يفتح باب المكتب لاول مرة عشان يلاقي مراية مكتوب عليها مفيش داعي تعيط دي مجرد نكتة، وبيبدأ يرسم على وشه وهو بيقول دي مجرد نكتة دي مجرد نكتة. وبين بيرجع للمصحة تاني لكن المرة دي بيضرب رجل الامن وكمان بيضرب الجوكر ويسأله هو عمل فيه ايه وصله للمرحلة دي، والجوكر بيبدأ يكلم بين ويقول له ان مش هو اللي عمل كده بل المجتمع والناس هم اللي عملوا فيه كده. وهنا دكتور بين بيكتشف انه بدأ يشوف العالم والمجتمع بطريقة الجوكر، والحديدة اللي كانت في ايده بتقع منه، وبيبدأ دكتور بين يعيط ويقول له انه خسر كل حاجة في حياته، لكن الجوكر بيقول له ان هي اللي اتخلت عنه وان الكل هيعمل زيها لكنه مستحيل يسيبه. ولكن بين بيزق ويقول له انت دمرتني
علشان الجوكر يرد عليه ويقول له مش انا اللي عملت كده، العالم هو اللي عمل كده، بل انه حطمنا احنا الاتنين، وده هو وقت الانتقام يا بن. وهنا الانذار بيشتغل وبيروح الامن للسجناء، لكن خلاص الوقت كان فات، لان كان بن حرر كل السجناء والمختلين من اماكنهم، لان الجوكر هو اللي امره بكده، علشان الجوكر يديله عنوان مراته وابنه ويقول له بضحكه مجنونه من هنا هنبدا. ولكن الجوكر وبن وهم بيهربوا من مكان بيوقفهم واحد من رجال الامن، والجوكر بيقول لبن ما تخلوش يبوظ فرحتنا، علشان بن بدون تردد يخلص على الراجل، وبعديها الجوكر يروح يلبس هدومه. لكن يا فرحه ما تمت، عشان باتمان بيوصل للمكان وبيبدا يقول للدكتور ابعد انت عشان ما تتاذاش، وبيضرب الجوكر ويقول له انت عملت فيه ايه. الجوكر هنا بيقول لبن روح لعيلتك انت، وبيحاول يوقف باتمان، لكن باتمان بيضربه ويقول له عملت فيه ايه، علشان الجوكر يقول له ده مجرد مشروع طويل انا كنت شغال عليه من فتره وخلص. وبين خلاص رايح لمراته وابنه، باتمان يختار بين انه ينقذهم او يقبض عليه، علشان باتمان يضربه ويقول له كده كده هلاقيك تاني، ويمشي ويسيب الجوكر وهو قاعد بيضحك. وبننتقل لبين وهو لابس ماسك المهرج وبيخش البيت مراته من الشباك، واول ما بيشوف مراته بيرفع عليها المسدس وبيقول لها اخيرا هتشوفي حقيقتي. ومراته بتفضل تعيط وتترجى انه ما يعملش كده، لكنه بيقول لها غمضي عينيكي، وبيبدا يعمر المسدس. ولكن هنا ابن بين بيخش ويقول له بابا، وهنا بين بيقول ان العالم السعيد اللي كان عايش فيه مش موجود، وان عمره ما كان هيبقى سعيد، وان الجوكر وراه حقيقة العالم السيء اللي هو فيه دلوقتي. وبيشوف على وش ابنه اقناع الجوكر، وهنا بين بيقرر ان هو خسر كل شيء في حياته حتى الجوكر، وانه مهما حصل مش هيخسر الامل، علشان بعدها باتمان يوصل وينقذ الوضع. وبنشوف بعد كده بين بيكلم الدكتورة زميلته لكن كمريض مش دكتور، وبيقول لها انه ندمان على كل اللي حصل ده، فبترد عليه وتقول له ان الجوكر عبارة عن مرض، وبيرد عليها ويقول لها هو استغلني علشان يهرب، ولكن هو لو مرض وانتشر هنعالجه ازاي. وبس هو ده الفيديو طويل قوي، طويل جدا انا عارف، يعني تقريبا اطول فيديو على القناه لحد دلوقتي، لكن الكوميك الحقيقه كان يستاهل. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل كده، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، والسلام.